هذه مكتبة أخرى ننتقل بكم نحوها من مكتبات المخيمات الصحراوية. المكتبة الصحراوية أو مكتبة المخيمات الصحراوية عرفت باسم واحد وهو مكتبة بوبشير، هذه المرة مع ولاية السمارة. وحتى لا أطيل أترك الكلمة مباشرة لمنسقة أو منسق المكتبة لولاية السمارة. تفضلي يا سيدتي. مينا محمد، منسقة المكتبة. احنا هون 3 عمال، أنا وزميلتي لمينا وزميلي حمدي، ونشتغلوا مع المدارس ومع المتوسطات يعني المكتبة المتنقلة والمكتبة الثابتة. المتنقلة ومكتبة ثابتة. المتنقلة نحاولوا بقدر المستطاع أن نوصلوا فكرة المطالعة ولا ثقافة المطالعة للجيل الصاعد في المدارس. تقربوا يعني الكتاب إلى المتعلم. قربوا الكتاب للمتعلم ونحاولوا نوصلوا فكرة المطالعة للجيل الصاعد. وما اللي عندنا نحن نعدلوا أنشطة مع الناس الكبيرة، مثلا عندنا نوادي القراءة، يجي مجموعة من الشباب يستعاروا الكتب وكل واحد يدير مثلا تلخيص لكتاب معين. أفضل الكتاب. وعندنا الأنشطة مع تركة باش نحفزوهم على المطالعة. دائما كل كتاب نديروا معاه نشاط، أشغال يدوية، مسرح، سينما، رسم كيف ما شفت الأطفال يرسموا. كما كاين 3 أشهر أيضا السينما كل خميس وهكذا. وهذه هي المكتبة الأم، داروها 2008. كانت أصلا لا مكتبة متنقلة، في حدث معين قالت لهم ودايرين على المكتبة المتنقلة صورة بوبشير اللي هو الطائر اللي عندنا في ثقافتنا يجيب الخير والأخبار الزينة. قالت لهم علاش ذاك الطائر ما عنده عش؟ وقاموا داروا. إذا المكتبة هي رمز لهذا الطائر ورمز لفعل الخير، ونرجو أن يكون وجودنا فعل خير لهذه المكتبة كما أشار الأستاذ المصور والأستاذ المرافق لنا إطار بقطاع الثقافة والمكتبة لولاية تندوف. كما أشار يعني نرجو أن تكون بادرة خير، وأن يزور الكتاب الجزائريون والكتاب الآخرون ليس فقط في الجزائر وإنما حتى في الدول الأخرى المجاورة، ويقوموا بإهداء نسخ من كتبهم لمكتبات المخيمات الصحراوية، وهي بدورها تحفيز للقراءة ودعم لمسار هذه المكتبة سواء كانت